بعد ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن احتماليه حدوث الالم ليك بعد ما تعمل حشو لاحد ضروسك، وقلنا ان الالم بيكون من خفيف الى متوسط، اما لو الالم شدته زادت عليك واستمر اكتر من يومين الى 3 ايام وقتها لازم تراجع طبيبك عشان يعيد خطوات الحشو كلها. طب يا ترى ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الالم يظهر عندك بعد ما تعمل حشو لاحد ضروسك؟ اول واشهر سبب وهو عدم القيام بالخطوات الصحيحه، وده عن طريق ان احنا الطبيب ما يهتمش بالقيام بالعزل التام للضرس من اللعاب والسوائل الموجوده في الفم. عشان كده لازم الدكتور يقوم باستخدام الحاجز المطاطي للعزل بشكل صحيح للضرس، وعشان نتفادى اي الم ممكن يظهر بعد خطوات الحشو. تاني سبب وهو ان التسوس يكون عميق وقريب من العصب، وقتها لازم الدكتور يستخدم ماده لتبطين العصب وتغطيه العصب، والماده دي بتركب تحت الحشوه وبالتالي بتحافظ لنا على ان الضرس ما يعملش مشكله او يعمل الام بعد خطوه الحشو. ثالث سبب وهو وجود تسوس جانبي بين الضرسين، وقتها لازم الدكتور ينظف التسوس ويعيد ترميم وبناء شكل السن بالشكل الطبيعي بتاع السن، لان لو الحشوه كان حجمها كبير او كانت ملتصقه بالسن المجاور وقتها هتضغط على اللثه المحصوره بين الضرسين، وقتها هتسبب لك الم بصوره كبيره بعد خطوات الحشو. بعد ما ذكرت لك كل الاسباب دي لازم تتابع مع طبيبك عشان يحل لك المشكله ويعالج لك السبب اللي ظهر عشانه الالم عندك.